السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد اللاعب اللي هو خلوق ومعروف، واحد اللاعب مغربي اللي هو زكريا ابو خلال. هذا اللاعب المغربي هذا تعرض لواحد الاتهام من قبيل واحد الجريدة سميتها اشكين، لذلك كنتمناو كل التضامن مع اللاعب الخلوق زكريا ابو خلال. وجب محاسبة الزنديق التيجيني الذي دخل في عرض انسان مؤدب وشرف في علم الوطن العربي والافريقي والمغربي. ما تنسوش دعمونا بلايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. يلا نخليكم دابا مع الفيديو. نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا الاتهامات التي وصفتها بالباطلة والواردة في مقال نشر في أحد المواقع الإلكترونية والذي يمس شخص وسلوك اللاعب المغربي الدولي زكريا أبو خلال أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائية كأس العالم قطر 2022. ونفت الجامعة الملكية في بلاغ رسم لها نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال، معتبرة أن اللاعب أظهر سلوكا مثاليا إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي. وعبرت جامعة لقجع عن إدانتها الشديدة لتعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكريا أبو خلال ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته. هذا وأكدت الجامعة أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ودحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية. وفي الوقت الذي كان نجم المنتخب المغربي الشاب زكريا أبو خلال المشهود له بحسن الخلق يعيش لحظات جميلة ليلة عرسه يوم الجمعة الماضي، أبى الموقع المثير للجدل آشكين إلا أن ينشر مادة رأى المتابعون أنها ضد هذا اللاعب تحت عنوان أبو خلال سلفي يخترق المنتخب الوطني. المقال ذاته اتهم زكريا أبو خلال بالتشدد الديني والدعشنة والعمل على استقطاب باقي أعضاء المنتخب الوطني، حيث نجح في ذلك عندما ظهر معه لاعبان آخران وهما يرفعان السبابة كما يفعل الدواعش على حد زعمهم. موقع التيجيني لم يكتفي بهذا المقال الاتهام التي سبتقه إليها مواقع وقنوات أوروبية، والتي اضطرت بالمناسبة للاعتذار بعد ذلك عندما استشعرت فضيحتها وأن عددا من اللاعبين الألمان سبق ورفعوا سباباتهم. المقال تم حذفه اليوم من موقع الروخو بعد الحملة الساخطة التي شنها عدد من المغاربة على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم، إذ استغربوا أن يكتب مثل هذا المقال الأكثر شرا وحقدا من كل المواد التي سبق ونشرت في الغرب خصوصا في أوروبا ضد المنتخب المغربي بعد تألقه في مساره بمونديال قطر. وصلنا إلى نهاية الحلقة. ما تنسوناش بالضغط على زر لايك ولا الاشتراك في القناة. وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. كان معكم ميردو ودمتم في ذمة الله ورعايته. تحياتكم كاملين.